انا مش مصدقه ان انت اتغيرت كده. انا فرحانه قوي يا رياض. مش خايف اني اموت؟ انت خايف؟ بصراحه انا كنت خايف، لكن دلوقتي حاسس ان انا مطمن. المهم نكمل يا رياض. هو انت مصدقه ان انا هموت قبل دخلة الصيف؟ لا طبعا، عشان الحياه والموت دول بايد ربنا. اروى، انا في حاجه كده بفكر فيها بقالي كام يوم، بس مش عارف هتتقبليها ازاي، وعلشان كده طلبت ان انا اقابلك هنا في بيت مامتك وفي وجودها. هي ايه؟ انا عايز اتقدم لك. ايه؟ تتقدم لنا؟ علشان كده سألتك، انت مصدقه ان انا هموت قبل دخلة الصيف ولا لا؟ اسكت اسكت، ما تكملش. اللي انا سمعته ده احلى خبر سمعته في حياتي. انا فعلا ما اتمناش حد غيرك يا رياض. يعني انت موافقه؟ طبعا موافقه، وطايره من الفرحه كمان. منور يا رياض يا ابني. اهلا وسهلا يا كابتن. اهلا اهلا بيك يا حبيبي، اتفضل. ماما، ها، انا عندي ليكي خبر هيطيرك من الفرحه. خير يا حبيبتي؟ رياض اتقدم لي. ها، ايه؟ مفيش مبروك؟ مبروك. الرقم المطلوب مغلق أو غير متاح. بس يا معلم، وقلت لي بقى نطلع الساحل وهنقضي بقى يوم هناك عالمي. المهم واحنا في العربيه بطاقتها وقعت، وهي كانت قالت لي بقى انا لسه وساكنه في مصر الجديده ومش عارف ايه وحوار. واجي ابص على البطاقه لقيتها اسمها السنيه وساكنه في دار السلام. وفي الاخر تلاقي عم شات. لا ومواليد اصلا 75. البس يا معلم. لبست لبسه بصراحه، بس والله لا علمتها الادب. احسن تستاهل. والله نزلتها في الصحراوي. ابو عايزين الحرق بيني وبينك يا عم اقول لك حاجه والله. بص عشان تبطل تشقط. ازيكم يا رجاله؟ ايه كابتن، دي المفاجاه الحلوه دي. لا انت هتشوف من ده كتير الفتره الجايه. حلو قوي. ازيك يا كوتش؟ ازيك، اخبارك ايه؟ الحمد لله. استنى اعرفك، ده جنز اللي هو جنزوري، واللي هناك ده مومو اللي هو محمد، يعني نيك نيمز كده يا كوتش. تمام. ازيكم يا رجاله؟ ازيك يا كوتش؟ بيرتك الساعه بقى جابر. لا انا مش هقدر عشان ماشي كمان شويه. ليه بس كده يا كابتن؟ احنا صدقنا شفناك يا معلم. معلش عندي حاجات مهمه بس ملحوقه يعني. عايش يا كوتش. طب السيلفي الجميل بقى يا كوتش عشان نغيظ صحابنا الزملكاويه. وليه يا عم نغيظهم ليه؟ دول حبايبنا برضه. راشي انت ها؟ مش جاي برضه. تعالى عايزك في حاجه. ايه في ايه؟ تعالى عايزك معايا في مشاوير. دلوقتي؟ دلوقتي. طب عن اذنكم يا رجاله. حبيبي يا تيمو اتفضل. بحاسب بقى. ماشي يا عم، ده اللي بناخده منه. جاي في اي حاجه.
بقالك كام يوم ساحلني معاك عشان فوق شغلانه بقى ولا ايه؟ مش انت طول الوقت بتقول انك بتحب تساعد الناس؟ طبعا بعمل كده، بس الغريبة انك فجأة حبيت تعمل خير. ليه؟ عايز بعد الشر بعد ما تموت تخش الجنة؟ انا بعمل ده علشان ده خير، عايز اخش الجنة ان شاء الله. تخش الجنة. هو ده الفرق بيني وبينك. انا بعمل الخير ده عشان بحس بغيري، مش عايز ابقى مرتاح وغيري تعبان. في النهاية مش مستني ولا مقابل ولا مكافأة. ما هو ده كمان ربنا هيجازيك عليه خير. بص يا بابا، انت لولا بعد الشر يعني انك هتموت على دخلة الصيف والكلام اللي مش داخل دماغي ده نهائي، كان زمانك عادي زي ما انت مقضيها نسوان وسكر وعربة. ده تنكر؟ لا ما انكرش، بس انت تنكر ان اللي حصل معايا ده مش طبيعي، مش عادي يعني. مجرد مجموعة صدف لطيفة انت ربطتها ببعض عشان عقلك عايز يوصل لحاجة معينة. انا كنت فاكر زيك كده برضه، بس مع الوقت فهمت الهدف من كل اللي حصل ده. بص، انا مش بطلب منك حاجة، انا كل اللي عايزه منك انك تفضل جنبي اليومين دول. مش انت طول الوقت بتقول لي عليا بابا؟ طيب يا سيدي، اهو بابا عايزك جنبه اليومين دول، ما تسيبنيش ولا ثانية، ماشي؟ ماشي يا بابا.